برنامج اجتماعي ثقافي نفتح فيه نافذة على قضايا المجتمع الإريتري ومشاكله وهمومه، نسلط الضوء عليها، نطرح الأسئلة، نبحث عن الأجوبة من خلال استضافة أهل الخبرة والاختصاص. برنامج نافذة نناقش بموضوعية وشفافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر قناة الوفاق الفضائية في برنامج نافذة. نستكمل في هذا الجزء الثاني من رحلة الموت التي يحكيها لنا الشاب أحمد، وهي رحلة الموت للشباب الإريتري. وقد وافق مشكورا أن يشاركنا صوتا وصورة تجربته ورحلته في الخروج من إريتريا حتى وصوله إلى الغرب. نواصل مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك مجددا، مرحبا بك. يا هلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ سعاد. أستاذ أحمد تفضل. فنحن مسكنا في البحر وكده، جابونا على ميناء طرابلس وطلعونا هناك من الباخرة وخطونا في ساحة عامة، وهناك طبعا صحفيين وكده عشان يعملوا معانا مقابلات وكده، وعشان هم اصلا ينشرونا في وسائل اللي هنا يعني. جابونا هناك حوالي الساعة 9 لحد الساعة 2 نحن قعدنا هناك. المهم جابوا لنا كريستالات بتاع مياه الصحة وشربنا هناك. المهم قعدنا الساعة 2 بالضبط كده يعني. بعد الساعة 2 جابوا باسات بعد ما سجلوا الأسمان وكل شيء طبعا. جابوا لنا تقريبا حوالي 2 باص. بس أنا أتوقف هنا الآن. خفر السواحل بعد أن قبضوا عليكم وجلستم هذه الفترة، ماذا فعلوا؟ أخذوا هوياتكم، تعرفوا عليكم أو بالضبط؟ جاء الإعلام وصور الحدث أن الحدث وفي ناس على مهاجرين غير شرعيين. نعم بالضبط، هو نفس الكلام المكرر يعني. وكمان جو هم ذاتهم يعني الليبيين عملوا لنا مثلا يعني استمارة الواحد اسمك وجاي من وين وجنسيتك وحاجة زي كده. الحاجات دي كمان كلها عبيناها في الأوراق وكده يعني. طيب ماذا تقولون الآن لخفر السواحل؟ يعني هناك ذكرت لنا أنكم كنتم تقولون أننا سودانيون ليسهل لكم التعامل مع الليبيين. الآن هنا أنتم ماذا قلتم؟ لحد الآن موجودين سودانيين. نعم. بالضبط، لأنه كل ما أنت تقع في مصيبة يعني فيها ليبي لازم تقول سوداني، غير كده لو قلت إريتري حجيك مشكلة يعني. يعني لو قلت أنك أو ذكرت أنك إريتري، يعني لما الخوف؟ ستتعرض لماذا مثلا؟ ستتعرض مثلا لتدفع قروش، يعني تكون مطلوب مصاري يعني قروش لأي حاجة عشان تطلع من هناك، يعني مطلوب منك قروش. حتى لو قلت سوداني يعني عشان عندك لغة، لو في حد جاء مثلا عايز عمال أو كده أنت عندك فرصة أكبر إنك تطلع من السجن أو الحبس. هذه النقطة مهمة. الآن أنت لو قلت أنك إريتري ستتعرض للابتزاز. بالضبط، ابتزاز مالي يعني. ابتزاز مالي من الموظفين نفسهم، عشان هم مثلا لماذا الإريتري يتعرض للابتزاز ولا يتعرض مثلا السوداني؟ هي دي النقطة اللي كنت عايز أحكي لك فيها. بصفة عامة الإريتري والصومالي يعني معروفين إن هم عايزين يمشي البحر، عشان كده بيحاولوا أي حاجة يعني قروشهم كل شيء يدفعوا. فأنت مثلا لو لا قدر الله اتمسكت في ليبيا ورحت السجن أو الحبس، مثلا إذا اتصلت لشخص تقول لي يا أخي مثلا نقول سمسارة أو حاجة زي كده، تقول لي يا أخي طلعني، يقول لك أوكي أنا هطلعك، بس هم بياخذوا منك كده قروش، عرفتي؟ مثلا يقول لك هم ياخذوا مني $1000 وانا هطلعك ب 500 عشان 1000 حقهم 100، انت بعدين تدفع لي انا ال 500 حقي وتتخارج وكده يعني. بس الحكايه مو كده يعني. هو اصلا يعني لو سوداني انت مش هتتصل للإريتري. لماذا؟ لان انت سوداني ما حتعرف اي سمساري، حتحاول تطلع براك. واغلب المساجين او المحابس الموجوده في ليبيا طبعا هي بتاع حسابات او قول عليها سيع او ناس معروفه يعني، عندها مثلا مخازن وكده بتحبس هناك الناس والبني ادمين يعني وكده يعني. ففي الحته دي هو ممكن بيتاجر به،
عرفتي؟ مثلا اذا في شخص عنده محتاج انه واحد يخدم له في بيته الآن لا، بس أريد أن أتوقف حتى تتضح الصورة. اوكي. السوداني يعني هل هو مستغني عن عمره وسيبقى في السجن أم هي كيف يكون مصيره؟ هي مش كده، على الاغلب السوداني بيطلع كعامل، او ممكن 90% يطلع كعامل، لانه لغته يعني بيقول لك يتكلم عربي وكده، فهم طبعا بيحتاجوا ناس لانه عندهم شغلات كثيره جدا في الليبيين. يعني الليبي عشان تنظف له بيته عاد ممكن بكناس وكده بيطلع واحد مسيحي، بدل هو يعني مثلا الآن يأتي المواطن الليبي إلى السجون يعني من نفس الناس، من نفس الفئه ويأخذ السائده من يعني. السجون اللي هم اللاجئين هؤلاء، يأخذهم ويستخدمهم سخرة. بالضبط، بيستخدموا يعني عشان بيشتغلوا له حاجات كلها بلاش وكده. فعشان كده مثلا السوداني، مع انه في سودانيين كمان بيطلعوا بقروش، يعني عادي ممكن تتصل لي تقول لي انا عايز ادفع عليك بس طلعني، في سودانيين. لكن الصوره او الحاجه العامه اللي هي مثلا الآن هذا الليبي الذي يأتي ويريد عمالة من المهاجرين، هل يدفع هو ما يدفع، إدارة لا السجن؟ لا هو ما يدفع، لانه منهم اصلا هم في النهايه كلهم اغرباء، واحد يكون خدمة ابن عمه يعني، وخاله وكده. نعم، يفعلونها كنوع من تبادل الخدمات بينهم. بالضبط، يعني بيتصل لصاحب والإريتري والصومالي ليس له مفر أو مهرب إلا أن الا يدفع. يستنجد بسمسار ليخلص نفسه. بالضبط، يعني طيب تتصل. ماذا لو قلت مثلا أنتم ماذا فعلتم؟ نحن طبعا بعد ما من الميناء عملونا في باصات ومشوا بينا الى سجن كان في طرابلس في وزاره الداخليه، يعني قريب منها، اسمه سجن ابو سليم. ممكن عمل اللي كان معانا هنا ممكن بيعرف اذا كان في طرابلس كده. سجن اسمه ابو سليم، قعدنا هناك اسبوع. قبل وصولكم إلى السجن، ما هو نفس الحادث الذي اللي حصل فيه نعم، في ناس هربوا ترويها من الجيش، للمشاهدين. من الحافله. الحكايه انه او القصه كانت انه نحن كنا ماشيين عبر اللي هو الطريق السريع، وبعدين في جا كان في هنا يعني اشاره مرور، فالباص اللي كان قبلنا لما لقى جا اشاره المرور، يعني في ناس كانت قريبه من الباب فتحوا الباب وطلعوا يعني من الباص، في حين الباص كان واقف. فنحن لما كنا بنعاين بالشباك لقينا انه الشباب بيجروا ورا السيارات وفي نصف السيارات وكده، فنحن كمان قلنا خلاص نعمل نفس الفكره بتاع الشباب. للاسف الحافله او الباص بتاعنا كان فيه مساعد يعني كده واقف على الباب، فالرجل ده مش عايز يتنحى من الباب، فكان في شيخ صومالي كبير. الباص الذي أنتم عليه، هناك مثلا ما يسمى الكمساري كان يقف على الباب، بالضبط، هو حاجتكم على الباب، بينما الباص الآخر كان خالي، كان السائق كان سائق واحد وحيدا، على ما نعم، فتمكنوا من فتح الباب والهرب. وهرب. بالضبط، فنحن الرجل اللي كان مساعد السائق كان واقف في الباب فمش عايز يتنحى. بعدين جاء شيخ صومالي وضربه يعني عشان ينحيهم كده. ولما عرفوا انه الليبيين الثانيين اللي كانوا في سياراتهم، لما عرفوا ان في ناس جاريه بين السيارات وكده، قالوا ايه الحاصل، فجوا جروا على الباص الاول ولقوا ان في ناس هربت، فتقريبا او السائق او حاجه زي قال لهم يا اخي الحقوا الباص الثاني، وشافوا الباص حقنا فيه زحمه من جوا، فطوالي جاونا يعني كل الليبيين طبعا مسلحين وكل شيء، يعني واحد شخص عادي طوالي عنده سلاح في السياره حقه. طوالي لما شافوا ان احنا عاملين جوط وكده فتحوا الباب وطوالي يلا ارجعوا قال لنا، يعني ما فيش حد طلع مننا. السائق صاحب المساعد يعني صاحب مساعد السائق طوال قال يا اخي شنو الشيخ الصومال ده انا عايزه، ده الا اقتله اليوم يعني قال لي يا اخي انت ضربتني وكل شيء وانا مش هخليك ابدا. طوالي ركبوا معانا حوالي 3 ولا 4 شخص من الليبيين، وطوالي وصلنا معاهم للسجن ابو يعني سليم. الآن هؤلاء المفروض أنهم مواطنون عاديون الليبيون، ولكن مواطنين يرون أنهم من باب يريدون أن يحافظوا على وطنهم، وأنتم مهاجرين غير شرعيين وستعيثون في الأرض فسادا يعني. بالضبط، هي الفكره هذه صحيح، نعم، نفس الفكره، يعني هم مواطنين عاديين بس زي ما قلت يعني عايزين بينزلوا مسلحين. البلد وكل شيء، نعم. فعشان كده هم بيدخلوا في امور لا تعنيهم. فالمهم وصلوا بينا لسجن ابو سليم، من هناك هم نزلوا ورجعوا لعربياتهم وكل شيء، وصاحب أيوة. الباصات كمان رجع.
بس السائق يعني مساعد السائق فضل معانا، قال يا اخي انا عايز اشوف الشخص ده ينضرب تمام ينجلد 100%. طوالي كان في افارقه هناك طبعا، اظن هم من الصبهاويين اللي هم يعني طبعا الصبهاويين في ليبيا هم شخصيات زينا كده سمر وكل شيء، بس مولودين في ليبيا وبيتكلموا ليبي وكل حاجه يعني حياتهم ليبيه. فمعاهم تقريبا حوالي 3 شخص يعني بيحرسوا في السجن. فمما طوال نزلنا من البص او الحافله طوال هؤلاء ليبيون لكن من اصول افريقيه يعني. هم كده ليبيون لاقيين من اصول افريقيه. نعم. طالما مما نزلنا من الحافله طوال اشر على الشخص وما قال لي يا اخي الشخص طوال اضربوه يعني اجلدوه تمام. الشباب طوال اللي الرجل انتهوا منه، يعني الرجل بعدها ما قام، يعني الناس رفعته كده ودخلت على السجن. المهم قبل ما ندخل السجن عملوا لنا طوابير كل شيء وبيسجلوا اسماء وكل شيء، وكانه يعني شغله يعني نظاميه. سجلوا الاسماء وكل شيء ونحن ما زلنا سودانيين يعني بالاسم. المهم دخلنا على السجن، قعدنا هناك اسبوع. يعني عندك وجبتين في اليوم، ما عندك ميه شراب اللي هي من الحمام اكرمكم الله. والمشكله الماء في ليبيا كلها مالحه، يعني ما عندهم مياه مثلا صالحه للشرب من الماسوره او من هنا يعني. بيجيبوا لنا كريستالتين في اليوم مع الوجبتين، يعني كل وجبه معاها كريستالات مياه. والدنيا سيف. كم لتر حتى نكون نصف لتر نصف لتر يعني اثنين، يعني انت لك لتر واحد على مدار 24 ساعه بالضبط، على مدار 24 ساعه لتر واحد. وانت ممكن اللتر واحد لو شربته مره واحده ممكن ما تروى، يعني ما تروى زمان. ولا تمشي بتشرب من الحمام بتعبي الكريستال، المهم تشرب حبه حبه. فقعدنا كده اسبوع يعني في السجن ده. عملنا نحن خططنا ان احنا نقول نهرب يا اخي، لانه كان معانا في ناس كانت مسجون عليه زمان. طيب اوصف لنا هذا السجن حتى يعني يعرف المشاهد الفرق بين هذه السجون وما كنتم عليه هناك في ما ذكرته في إجدابيا أو عنابر السماسرة. في إجدابيا هو شوية أحسن، لأنه يعني مش سجن، يعني أنت مش مقبوض عليك يعني من هناك. في إجدابيا أنت جاي برضاك وحتدفع قروشك وحتمشي، يعني حتخلي المكان هنا حقك. أما سجن أبو سليم اللي موجود في طرابلس هذا غصب عنك، أنت ما عندك أي خيار. حتى لو عندك قروش ممكن الخروج صعب جدا، عرفتي؟ فهنا في إشكالية اللي هي مثلا يعني ما بين الرضا والغصب. يعني انت في إجدابيا حتدفع حقك وحتتخارج منه، بس هنا مش معروف مسيرك حيكون. هذا سجن حكومي رسمي، انتم مهاجرين غير شرعيين تم القبض عليكم والان تم ايداعكم السجون. بالضبط. احيانا كمان في عاده، مثلا اذا انت السودان ممكن بيعيدوك للسودان، اذا انت اثيوبي كده كمان. بينما المفروض يعني انتم الان يعني مهاجرين غير شرعيين بالعاده لا يودعون السجون، ولكن يحتفظ بهم داخل ملاجئ أو معسكرات أو شيء من هذا القبيل، لكن أنتم أخذتم إلى سجن حكومي. بالضبط، هي ليبيا يعني ما في أي نظام عشان أنت تقول مثلا الكلام اللي أنت تقوليه حاليا. يعني هم هذا السجن هل كان معكم مثلا جنائيون؟ لا، كان في معانا صحفي سوداني، وهذا مسكين كمان يعني ضربوه ضرب مش طبيعي. لأنه لما كنا في الميناء في واحد من الليبيين أو من الجنود أو العسكر اتعرف عليه فقال لي يا أخي أنا عارفك. هو تقريبا كان صحفي في السفارة الليبية أظن السودانية. فقال لي يا أخي لا ما بتعرفني. قال لا أنا أعرفك، أنا شفتك في مكاني. ما قال. بعدين هذا صاحبه ثاني قال لي يا أخي تعرف فلان هذا؟ قال لي إيه بعرفه، هذا اللي ما أعرف كده. المهم جابوه مسكين. فقال لي يا اخي انت بتخبي عنه. قال لي طوال مسكين. يعني طبعا الكلاشنكوف عادي بيضربوك بمؤخرات يعني. فالمهم ضربوا بالكلاش وكده. وبعدين لما مشى السجن كمان ضربوه تمام. قال لي يا اخي انت بتكذب علينا، انت شخص صحفي ومكانتك كبيره وكده يعني. فضربوه مسكين. الصومال والسودان هذول يعني اتكسروا لما دخلوا السجن، ما في حاجه تقومهم. يعني اذا جاء اكل مثلا انت بترفعهم بتوديهم بتاخذ لهم اكلهم وبترجعهم. يعني ما يقدروا يتحركوا لانه الرجلين اليدين كله اتكسر. فده السودان مسكين حصل معاه كده. هو كان صحفي. بقيه الناس كلنا مهاجرين، يعني ما كان في شخص عنده جنايات وكده. سجن ابو سليم قعدنا فيه اسبوع وحاولنا او خططنا نهرب. والخطه كانت انه نحن قبل ما يجينا الغداء، وهي كانت طبعا يوم الجمعه، قبل ما يجينا الغداء نحن قلنا
نقعد يعني بعد الباب او البوابه، يعني المخزن كبير كده عباره عن عنبر وعنده بوابه كبيره. نقعد بعد البوابه لما شخص واحد يجي يفتح وعشان يجيب الوجبه او الوجبات، طبعا احنا نضرب عليه الباب وممكن نطلع. الآن هو هم حارس واحد في البوابة، وأنتم كم عددكم؟ نحن اكثر من 200 ممكن. 200. اكثر ممكن قريب 300 اظن كده. عمر مليان من الناس طيب. يعني طوله اقل 20 متر 25 متر. المهم حبينا يعني نخطط للخطه دي، بس للاسف هم كمان يعني طلعوا اسوء مننا يعني. للاسف طلعوا برا ان هم عاملين 4 حراس كل واحد عنده كلاشينكوف او مسدس حقه ماسكه على الواقع او على الارض. بعد ما احنا ضفرنا الباب على الليبيين او الشخص كان جايبين اكل، الرز طبعا اتدفق على الواقع واللحم وكل شيء، ونحن يلا يا دوب شنو اتفكينا عشان اي واحد يمسك الحيط ويطلع. للاسف لقينا الرصاصات كلها قدامه تطق كده شغل رصاص حي بس في رجلينا وفي الحيط وكل شيء. شخص ما طلع مننا، كلنا طوال رجعنا للحبس يعني. طوال لما رجعنا قفل علينا الباب، وطوال كان طويل شويه الحيط بتاع وضاعت الوجبه. ضاعت الوجبه ونحن طوال حشرونا هناك بالدرب وبكل شيء. طوالي نط من هنا الشباك وبيعاين يعني مين كان بيفكر او مين كان قايم وكده يعني. المهم شاف كم نفر كده كانوا قايمين وبيجري يمين شمال في داخل العنبر يعني. طوالي نحن طوالي لما دخلنا طوال قعدنا في الحيط وشفناهم طوال هم بيعاينوا هناك. فاي واحد بيقول لي صاحبي اقعد كده. المهم كان في صاحبنا يعني مسكين ما عنده اي خبره وكان بعيد مننا يمشي ويجي وهو طوال ركز عليه، قال لي هذا معناه واحد من الناس اللي كانت بتخطط يهرب. المهم طوال الناس كلها هدأت وقعدت. طوال جاب لنا ناس ثانيين معاهم اصوات طويله جدا عشان يضربوا بس. خشوا فينا يضرب يمين شمال، حتى كان معي صاحب يعني ضربوه مسكين ضرب غير طبيعي، والصغير وكان اصغر منا يعني. إنه محاولة للترويع والتخويف حتى لا تفكروا أو ترويع عشان المحاولة. الثاني ما تفكر تعمل في أي حاجة. نعم. طوال خلاص يعني ضربونا ممكن ساعة كاملة قاعدين يضربوا فينا. يضربوك كده طوال الناس تقع على الشمال، يضربوك على اليمين تقع على اليمين، يعني فوق بعضك يرسوك كده. اليوم ديك عدت كده طوال بعدها قالوا خلاص يعني طوال الناس دين نوديهم غريان يعني. غريان طبعا تبعد من طرابلس حوالي 40 كيلومتر. في سجن ابو سليم طبعا كان في الشيخ الصومال اللي كان الدقه ده تقريبا طلع مننا بعد يومين. في ليله واحده طلعوا تقريبا حوالي 15 وكذا، كان فيهم هو واحد. نحن مش عارفين الناس دي طلعوا كيف. المهم بعدين سمعنا لما اتصلنا للفلاح سمعنا ان هم دفعوا قروش وكده. خلاص قلنا طالما في ناس تطلع بقروش نحن كمان نحاول. المهم الليبيين جاونا وقال لنا يا اخي لو في ناس عايزه تطلع بقروش وكده عادي ممكن تطلع وكده قال لنا. يعني الناس شغالين هناك ليبيين معاهم. المهم اتصلنا لسماسرة في طرابلس يعني في العاصمه وقال لنا يا اخي ما في حد قال لي اطلعه. المهم انا وصاحبي كان عندنا 100 يورو. قلنا له خلاص نزل مش 100 يورو هي كانت $100 يعني. قلنا له خلاص ندير $200 ونشوف ممكن بيطلعنا. قال لي اوكي. انا اديته ال100 والمهم اديناه للليبي قال لنا حيجيكم بكره وليل اليوم قاعد يجينا. وال200 تكفي لتخليص شخص واحد. الشخص واحد مع ان هي بسيطه بس قلنا نحاول بها. هو قال لنا اوكي بطلعكم عشان هو في النهايه عايز يسرقها عرفتي لا عايز يطلع ولا اي حاجه. المهم اخذ ال200 ومشى وليل اليوم قاعد يجي جوا. المهم نحن قنعنا من ال200 وبعدها بعد يومين تقريبا اخذونا وودونا في السجن اسمه غريان حمراء موجود في غريان يعني مدينه غريان قبل ما تخش المدينه بربع ساعه او حاجه زي كده. ودونا هناك لقينا ناس افارقه اريتريين كلهم مسجونين هناك يعني قبلنا. يعني شيء لقينا انه السجن مشهور عندهم هم. طبعا خلاص جابونا هناك وعملونا برانا. كل الناس اللي جات مع بعض دخلوها مع بعض وفي ناس قديمه دخلوها براها. طوال هناك استنونا كان في اريتريين. كان في واحد اسمه دعت مني جابره وكده. هو كان محبوس هناك بس بعدين طلع وودوه موبايل عشان هناك في السجن اللي كنا نحن غريان في سماسرة عندهم علاقة مع الليبيين هناك يعني انت كشخص عادي ممكن تدفع قروشك $1200 وبتطلع من السجن ده يعني. عرفتي؟
فهم عاملين نفرين اريتريين عشان تكون انت عشان هم يكونوا حلقه وصل بينك وبين السمساري. وهم مساجين مثلكم. وهم كانوا مساجين مثلنا، بس بعد الشغله دي احيانا فيها قروش، يعني ممكن اذا عايز قروش هو ممكن بياخذ حقه، او اذا هو مثلا ماذا يستفيد هذا الوسيط؟ هو اذا مثلا عايز قروش بياخذ قروش، او اذا عايز مثلا يمشي اوروبا يقعد مثلا هناك يشتغل شهرين 3 شهور، بعدين يقول لي خلاص انا اشتغلت لك كده ويلا وديني اوروبا. عرفتي؟ يعني المهم في النهايه فيها مقابل. نعم، يعني ياخذ ثمن وساطته ان يتم ترحيله مجانا. بالضبط. الترحيل يا يكون اما مجاني يا بتاخذ حقك وبعدين تدفع وتمشي مجاني، يعني بحقك قصدي. يدفع ايضا اذا هو مثلا بقاعد ياخذ قروش. مثلا بتشتغل وبتاخذ مثلا 50 دولار في كل شخص مثلا، وتقول له يا اخي انا عايز حقي، هو ممكن يديك القروش حقك، بعدين لما انت عايز تمشي مثلا بس تدفع حقك يعني. وممكن تقول له يا اخي انا مش عايز اي حاجه. اصبحت هذه ايضا مهنه داخل السجن. بالضبط. ايه. او ممكن تقول له يا اخي انا ما عايز اي شيء، بس اشتغل لك هنا شهرين 3 شهور بعدين ودينا البحر. برضه كمان فكره يعني كده كمان تشتغل. وهل كان مسموح ان الجوالات داخل السجن؟ للرجل ده بس، يعني اللي هم الاثنين بس كان عندهم مسموح، هم باقي الناس يعني لا. يعني الان هو ليس رسميا، لا، هذه الجوالات التي بايديهم باتفاق او بالتنسيق مع السماسرة الذين هم في الخارج. بالضبط، اللي هم الاريتريين اللي موجودين في طرابلس ومع الليبيين اللي موجودين، يعني اللي هم يعني ناس الحبس. هذا يدل على ان يعني عالم السماسرة هذه شبكة يعني. ما هي شبكه يعني، اكيد ما في سمسار الا ويكون عنده شبكه، يعني شخص في مكان ما مع اي شيء. عرفتي؟ نعم. هي شبكه يعني تكمل بعدها، يعني كل سمساري يكون عنده شخص في مكان ما، فعشان يسهل يعني كيفيه الوصول للشخص يعني. نعم. احيانا في سمسار يكون عنده في كل مدينه شخص، ممكن صاحب تاكسي يعني، مش هنا يعني. فهنا طبعا لما جينا على الحبس او السجن، لقينا انه في اريتريين، في صوماليين، في افارقه. خلاص قلنا ايه المطلوب اول هناي. طوال اتصلنا للسمسار حقنا اللي هو حسن. طبعا حسن ده بيعرف السجن ده قبل يعني، طبعا كان في ناس ممكن طلعهم من هناك، او في ناس كانوا يتصلوا عليه وكده. فنحن اتصلنا عليه يا حبيبنا، نحن وصلنا كده حاليا موجودين في سجن غريان ومش عارفين طريقه الخروج كيف. قال لنا يا اخي انتوا اصبروا دقيقه، يعني يوم يومين 3، يعني السجن اللي انتوا فيه يعني هو احسن من باقي السجون يعني. هناك ممكن بيجوكم ليبيين هم يكونوا عايزين عمال وكده وممكن تطلعوا. فانتوا يعني بدل ما تطلعوا حاليا مثلا انا ادفع عليكم 1500 في كل شخص، وبعدين مثلا يعني تتورطوا في مشاكل ماليه ثانيه، اقعدوا شوفوا حظكم. قلنا له اوكي. بعد ما عملنا يومين طوال جو ليبيين عايزين عمال، طلعوا مننا حوالي 3 4 كده. طبعا احنا قلنا حاسه كمان هنا ايه سودانيين، لو قلنا اريتريين مستحيل تطلع من هنا. اريتريا صومالي بالذات في السجن ده مستحيل تطلع، لانه شغله مفهومه وواضحه. اريتري ما يطلع، صومالي ما يطلع، سوداني افريقي يعني من باقي القاره الافريقيه عادي، لانه هذا سياتي من ورائه عائد مادي. عائد مادي اللي هو 1200 دولار اقل حاجه. قلنا خلاص اوكي. كان في هناك حارس سوداني يوم يعني في يوم ما نحن وهو دخلنا في نقاشات اللي هي مثلا يعني ما بين بني عامر اللي موجودين في اريتريا والسودان، وهو يعني السودانيين مثلا الموجودين مع تشاد وكده. فكان في جماعه من جماعتنا شويه مسخنين قالوا لي يا اخي انت ذات اسلم ما تشاد ونحن اريتريين ونفتخر وكده، وكلام جاب لنا هوا يعني. خلاص بعدين عرف ان السودان قال دي الاريتريين، ورا للليبيين قال لهم يا اخي الشباب اللي قاعدين بيتكلموا في عنبر كده عربي ديل ما سودانيين، ديل اريتريين بس بيتكلموا عربي وكده. يلا حاسس ان احنا ايه دخل فينا هوا وما قدرنا نطلع. مع ان انا في يوم من واحد يعني كان في يوم انه طلعت من الباب كده عشان كنت انا سوداني، بس بعدين قال لي هذا اريتريين سواء رجعني يعني ما قدرت لهذه الدرجه يعني. ايه. خلاص المهم قعدنا فيه 3 شهور سجن. يعني اغلب الناس اللي كانت بتتكلم عربي يعني طلعت، فضلنا بس 4 شخص. كم شهر؟ 4 شخص يعني 4 اشخاص. ايوه، كم بقيتم؟
نحن في ديننا 4 اللي بيتكلم مثلا عربي او المسلمين وكده يعني. باقي الناس اللي هم طبعا لما جاء رمضان فصلونا، المسيحيين عملوهم براهم والمسلمين براهم. يعني مثلا الاريتريين المسيحيين عملوهم في عنبر كده مقابلنا، ونحن الاريتريين المسلمين مع الافارقه المسلمين عملونا في عنبر مقابل، ومعانا صوماليين. المهم بعد ما تقريبا خلصنا 3 شهور في يوم طيب كده جاء. بس سؤال هنا الآن حتى نتابع معك. الآن تم الفصل فقط في رمضان من أجل الوجبات والصيام. بالضبط، من اجل عشان الواحد مثلا المسلمين هل بيصوموا هناك زيادة. فروق في التعامل؟ هل يفرق الليبيون في التعامل يعني مثلا لا ما يحابوا المسلمين مثلا على غيرهم؟ لا ما كان في اي فروقات، بس الفرق كان في يعني في توقيت الوجبه. الوجبات. لانه المسيحيين مش حيصوموا، فمش طبيعي يعني مش ضروري معانا مثلا بيفطر الساعه 6 7 مساء، او بياكل الفطور مثلا او السحور يعني في الساعه 3 4 بالليل. فعشان الوجبات هم فصلونا كده. باقي الوجبه هي نفسها اللي هي مكرونه بيضاء، احيانا فيها شويه ميه مع شطه وكده يعني. فده كان طبعا الاكل. المهم بعد 3 شهور نحن فضلنا 4 الاريتريين يعني مع الصوماليين والافارقه. والاريتريين طبعا المسيحيين كمان موجودين في العنبر الثاني، ديلاك تقريبا اكثر من 100 شخص موجودين هناك، وكلهم بينتظروا انه الواحد يدفع عليهم او حاجه زي كده قروش. يعني في ناس قعدت هناك اكثر من 6 شهور، في ناس قعدت تقريبا قريب سنه بنعرفها موجوده هناك. سنة كاملة؟ سنه كامله ما فيش حد بيطلعهم، بس بيقعد هناك. كمان معاهم افارقه وكده يعني. المهم في يوم جاء ليبي انه هو عايز عمال سودانيين وكده، فطوال انا طبعا كنت باب العنبر هو عباره عن شبكه يعني، مش باب مغلق وكده يعني، عباره عن شبكه عشان انت بعدين شنو لما يجي الاكل مثلا بتاخذه بالباب يعني بالشبكه. فالمهم انا كنت قاعد هناك قدام الباب، فطوال اول ما جاء كده قبل عليه قال لي انتوا سودانيين؟ قال لي في سودانيين في العنبر هذا. قلت له ايه في؟ قال لي كم نفر؟ قلت له نحن 4. قال طيب عايز منكم 3. قلنا له اوكي نحن موجودين. المهم نادى للرجل اللي معاه مفتاح العنابر وقال له يا اخي طلع لي 3 سوادين. السوادين اللي الآن هم أنتم في سودانيين سجن رسمي تابع للحكومه يعني. للحكومة، للحكومه. ويأتي مواطن ليبي ويأخذ مهاجرين هو بياخذهم عنده بيخدم يعني بيشتغل عنده. ويأخذهم للعمل عنده. الآن هل بالضبط. اتفق معكم على مبلغ معين أو أجرة معينة سيعطيكم هي؟ الليبيين اللي هم بحاجه الى عمال ما يتفقوا معك ولا مع اي من ليبيا يعني، هم بس جايين عشان ياخذوك انت تشتغل عندهم. بعدين صفرة. حسب الشخص يعني، يا هو بيرجعك يا بيخليك، وانت اصلا يعني حتقرر مسيرك وممكن بعدين بعد يعني. أن تنتهي من عملك الوظيفة معاهم. أو العمل الذي يريده منك يعيدك إلى السجن؟ يعني حسب الشخص. حسب الشخص، يعني ممكن أن يعيدك. ممكن ان يعيدك، بس انت كشخص يعني عندك فكره وعندك برنامج ثاني، ممكن احيانا ما تبيت معاه ولا ليله واحده، ممكن الليله اللي باخذك وبتشتغل عنده المسا انت مش موجود معاه لانه انت تهرب يعني. عرفتي؟ فده بيعتمد عليك انت وشخصيه الرجل المطلعك يعني. في النهايه هم اللي يجوك بوجه حسن وكده ويقول لك انت اخدم عندنا ونحن نعطيك قروش وكده وكلام كبير يعني بيعبي لك دماغك. بس بعد ما تخلص ليه شغل انت ممكن بيرجعك للسجن اللي كنت فيه يعني، يقول لهم خلاص انا الشخص ده كملت منه ويلا بارك الله فيك وشكرا. بس انت مش هتستنى المرحله دي لانه انت عارف هتمشي فين هتعمل ايه يعني. بعد ما تخرج طوال انت تكون ايه قررت مسيرك يعني، تشتغل معاه وتقعد وكده. المهم نحن طلعنا الرجل من الحبس ورحنا عند بيته واشتغلنا له. كان عنده بيت جديد انه هو يعني المفروض يتنظم بيساوى وكده. قال لنا اشتغل هذا. المهم شغلتنا اخذت فينا حوالي 2 ونص كده يعني. في يوم مسا كده اللي نحن طلعنا عليه ويومين كده كاملات اشتغلنا عليه وكل شيء. بعدين كمان يعني في طبعا المدينه غريان عباره عن قبيله يعني كل حي ساكنين الناس اقرباء بعض يعني ابن عمه وخاله جده حاجه زي كده. فلما شافونا نحن نشتغل هناك قالوا يا اخي في واحد ابن خالته وكذا تقريبا قال لي يا اخي خلاص يعني الآن أنتم عندما كنتم مع هذا الرجل خلال اليومين هذه
ماذا لو فكرتم مثلا أن نهرب منه؟ نحن فكرنا طبعا، بالطبع فكرنا وحاولنا نهرب، بس ما ضبطت معانا لأنه هي قرية وكلهم أهالي ويعرفون أن مثلا هؤلاء الشباب يعملون عند الشخص الفلاني. بالضبط، بس أكيد الهروب ما يكون بالنهار، حتى لو كان بالنهار يعني عبارة يعني حيكون بشيء مخطط. ما حتمشي مثلا ساعة كده أنت تركب السوق وكده. لو أنت عايز تمشي بالنهار لازم تعرف المدينة وتعرف ناس يعني. والليبيين متعارف بينهم أن هذا الشخص ذهب وأخذ مهاجرين ويستخدمهم سخرة ولا يجد استنكارا يعني من مجتمعه، والوضع كأنه طبيعي يعني. بالعكس هم بيشجعوه انه اذا شخص عنده موضوع او حاجه زي كده يقول لي يا اخي امشي السجن واجيب لك، حتى ما يقول علينا يعني سودانيين او افارقه، يقول لك امشي جيب عبيد يعني عبد وكده يعني. لهذه الدرجه؟ لهذه الدرجه مستحيل. انا كشخص هناك مستحيل ما في يوم من الواحد مثلا يقول لك احمد او سوداني او اريتري او كده. لا، انت شخص اسمر يعني لونك بيدل على هذا اللون، بشرتك اولا انت معناها بالنسبه لهم عبيد يعني. دي كلمه بالنسبه لهم عاديه وبيستخدموها في كل حته، ما فرقت معاهم يعني. فاذا في شخص مثلا يحتاج لعامل او كذا يقول لي امشي الحبس واجيب لك 2 3 عبيدات وخليهم يشتغلوا عندك. عادي عادي، شيء طبيعي جدا. فنحن فكرنا نهرب، بس الاجواء ما كانت ملائمه يعني الواحد يمشي وكذا. المهم قعدنا معاه يومين، بعدين الامور شويه مشت للاستقرار يعني، لانه هم شغلاتهم كترت ونحن كمان قالوا خلاص بنديكم حقكم وتشتغلوا عندنا. والوقت كان وقتها شهر 11 يعني وقت موسم الصيف او موسم الباخرات انتهى مننا يعني. حتى لو الواحد مثلا مشى طرابلس يعني ما في طريقه انك انت تمشي ايطاليا. صحيح. لانه الموسم انتهى، واذا مشيت كمان فيها مخاطره جدا، وكمان ما تلقى يعني بنفس السرعه اللي انت مثلا حتمشيها في وقت الصيف. مثلا في شهر 11 12 الناس ممكن بتاخذ عشان باخره واحده ممكن بتاخذ فيك حوالي 3 4 شهور لانه ما في ناس مثلا. فنحن قلنا خلاص طالما الوقت انتهى، الواحد ممكن هنا يشتغل وغريان يعني شوي امن من طرابلس. طرابلس مدينه يعني عالميه بالنسبه لليبيا، يعني مدينه من كل الليبيين يعني من كل المدن الليبيه موجودين فيها ناس، فيها مشاكل اكبر من المدن الثانيه. نعم، طبيعه المدن. فنحن قلنا خلاص نقعد في المدينه الصغيره دي نشتغل، ممكن نلم قروش وبعدين نمشي في الصيف الجاي نمشي ايطاليا يعني. قلنا خلاص فكرنا كده واشتغلنا عندهم. اشتغلنا شغلات المهم اعمال حره بناء وكده يعني زي الطلبه وحاجات زي كده، حتى حفرنا لهم بير وكده. اخيرا انا اشتغلت مع واحد مع ليبي يعني ود اخته مع الناس اللي كنا معاهم. وكنتم تاخذون اجر على هذا العمل ام؟ في البدايه لا، في البدايه ما كانوا يعطونا، خاصه الشخص اللي طلعنا ما اعطانا ولا مليم. قال انا ما عندي وكده وجاب لنا يعني هناك. بس في اخوه 2 اخوان اشتغلنا لهم هم اعطونا، وفي ناس كمان يعني احيانا كنا نشتغل لهم برا العائله يعني، هذول كانوا بيعطونا يعني ما كان هنا مشكله. فالقروش دي طبعا بتاكل منها مصاريفك مشروباتك كل حاجه يعني. وبعدين كمان دفعنا منها حق البحر حقنا. انا اشتغلت طبعا في المدينه نفسها لغايه شهر 6. واصحابي اللي كانوا معي في واحد طلع مننا بدري اعتقد في شهر 1 كده، والاثنين تقريبا طلعوا في شهر 4 يعني كلنا مشينا متفرقين. الواحد في شهر 1 يعني ذهبوا الى اين؟ الى طرابلس؟ الى طرابلس عشان يسافروا ايه. نعم. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم ونكمل مع الأخ أحمد في رحلته داخل ليبيا. تفضل أستاذ أحمد. طيب، كنا توقفنا في المدينة اللي نحن كنا اشتغلنا عليها. نعم، كنت في غريان وتعملون مع الليبيين وعملتم معهم في كذا عمل، بعضهم أعطاكم الأجرة وبعضهم لم يعطيكم شيئا. صحيح.
وبعده طوال يعني الاربع اشخاص يعني تفرقنا، فكل شخص يحاول انه هو يقطع البحر ويروح لايطاليا. فاصحاب الثلاثه اللي كانوا معي هم تقريبا سافروا في شهر 5، وانا طبعا وقتها كنت في مدينه غريان. بعدين طوال لحقتهم انا. انا للاسف ما زبطت معي انه كمان يعني من جديد اسافر لايطاليا، لانه الشخص اللي سافرنا معه السنه اللي فاتت وبعدين نحن مثلا مسكونا في البحر، هو كان يعني مكلم لنا الشخص انه بياخذنا مثلا بسعر اقل وبباخره كويسه يعني اتفق، وهو يعني اتفق لنا مع شخص نحن ندفع له $1000، والرجل ده نحن بنديه $1000 وهو بيودينا ايه بباخره كبيره وكويسه يعني. وطوال ما الفرق بين الباخرتين؟ ايوه، الباخره الكبيره هي احسن لو انت لا قدر الله طول بك الوجهه او حاجه زي كده، ممكن بتتحمل يعني ما عندها مشكله تقعد فيها يوم يومين وكده. اما القارب المطاط اللي هي اللي احنا بنقول عليها باخره صغيره، ده ممكن ما بيتحمل اكثر من 5-6 ساعات، بعدها مشكله. لو انت قعدت او سافرت على 12 ساعه يعني معناها انت الموت قرب عليك يعني. لانه هو عباره عن بلاستيك او اقول عن خيمه بلاستيكيه في نصفها مخطوط خشب فقط. فيعني هي دي مشكلتها يعني مخاطرتها اكبر من الباخره الكبيره. فطوال نحن انا طبعا كنت اشتغلت $1000 وطوال حولتها على الشخص على السمسار اللي احنا كنا متفقين عليه، او قول اللي اتفق لنا معاه والشخص اللي نحن كنا ماشيين معاه. الشخص اللي نحن كنا مشينا معاه السنه اللي فاتت طوالي هو قطع البحر في شهر 11 اللي فات يعني في 2014. حاليا انا قاعد اتكلم من 2015 يعني ده صيف 2015 اللي قاعد نفكر نمشي فيه مره ثانيه. فالشخص طبعا قبل ما يمشي كلمنا وقال لنا يا اخي انا كلمت لكم فلان، فانتم لما تمشوا امشوا عن طريقه عشان هو يسهل لكم القروش وكل شيء. قلنا له نحن اوكي، واتصلنا عليه وقال لنا يعني اتصلنا للسمسار هذاك وقال لنا اوكي ما في مشكله يعني حبابكم الف بالمعنى الدارج. المهم انا حولت له القروش وبعدين طوال مشيت له. الان هذا التحويله للمره الثانيه؟ هذه تحويله للمره الثانيه. نعم. كم كانت؟ هي نفسها كمان $1000، والمره اللي فاتت كمان $1000. الفرق انه المره اللي فاتت المفروض ندفع $1000 ونمشي بقارب مطاط يعني اللي هو البلاستيك، والمره دي ندفع $1000 ونمشي بحاجه معقوله اللي هي الباخره الكبيره يعني. الحكايه هنا المشكله انا عشان امشي طرابلس لابد من ايه من مخاطره، لان انا ما عندي اي جواز عشان ما بين طرابلس وغريان في نقطه تفتيش يعني صعبه جدا، ممكن مستحيل تفوتها الا عن شخص عنده علاقه مع ناس الموجودين في التفتيش. فانا لازم هنا افتش شخص انه يوديني لطرابلس، وفعلا فتشت الشخص ولقيت. قبل ما نمشي تقريبا يعني المفروض بكره نمشي اليوم كده المساء، صاحب التاكسي اتصل على التليفون بتاعي، وللاسف التليفون كان مع الشخص اللي انا شغال معاه. طوالي استقبل المكالمه وقال لي يا اخي مين؟ قال لي انا عايز احمد. قال له ليش عايزه ليه؟ قال له هو عايز يمشي بكره يسافر طرابلس. وكده الموضوع حقي افتضح يعني افتضح امري انا انه انا خلاص حاسافر وكده. طبعا انا فكرتي ان هي هروب مش مشي عادي يعني او هناك، لانه مستحيل الرجل انا شغال معه او كل اللي مستحيل يخليك تمشي من غير من غير ما يعني باراده الليبي مستحيل تمشي يعني. لازم تهرب وتعمل حاجه زي كده، مع انه مستحيل كمان الليبي يديك حقك يعني مره واحده كشف. دي $1000 انا اخذتها منه بكم هنا يعني. اقول لي يا اخي اهلي ما عندهم اي حاجه، لا انا اللي بصرف عليهم وحاجات زي كده. وتقريبا خليت معه حوالي يعني عندما تعملون هناك لا تاخذون اجرتكم شهريا، ولكن يراكمها ومثلا يعطيك 3 شهور مع سويه كذا شهر سويا هكذا يعني. هو الليبي مش عايز يديك اصلا يعني، هو ممكن عادي يقول لك يعني خلي قروشك عندي ممكن تبقى كثيره وبعدين تعمل بيها حاجه وكده. هو لو هو بيرضاه هو عايز يقرر انك انت تعمل ايه بقروشك يعني.
لكن اغلب الناس طبعا بتحاول ان هي تاخذ شهريتها يعني حسب الاتفاق يعني. ويريد حتى يضمن انك ستبقى معه. بالضبط، هو عايز الضمان، والضمان هي القروش. يعني عايز القروش اللي انت اشتغلتها هو ياخذها، يعني يحجزها لك عنده، هو بيخزنها معاه. بالنسبه له هي الضمان الوحيد هو انك يمسك منك قروشك، على اساس انك انت بتشتغل وما عندك حد مثلا تصرف عليه وكده. فالناس بتحاول ان هي بتاخذ قروش حسب الاتفاق. اذا شغل يومي بياخذ يوميته في نفس اليوم، اذا شغل شهري يعني بياخذ شهريته يعني بعد كمال اتمام الشهر. يعني انا طبعا ما كنت اخذته بعد كمال الشهر، انا اخذته تقريبا بعد ما حصلت تقريبا على 2000 وحاجه. لان انا كنت شويه واثق فيه، ما كان عندي خوف من انه مثلا ياخذ حقي وكده. عارف انه مثلا حيمسك عشان انا ما امشي منه، بس ما كان خوفي هنا يعني. المهم حول لي $1000 على طرابلس. طيب الان سلمك المبلغ، تم التحويل واتفقت مع السمسار. نعم. اتفقت مع السمساري انه يجي يوم كده، وبعدها نمشي طوالي نحاول يعني نسافر على ايطاليا. فبعدين كمان اتفقت مع صاحب تاكسي، وصاحب التاكسي طوالي يعني لما اتصل على صاحب المحل يعني اللي كنت انا شغال عنده، يعني اتضح الامر. وكمان دي ما ظبطت ان انا مثلا بكره اسافر على طرابلس، لان الموضوع بقى خيانه وكده بالنسبه للليبي. المهم انا والليبي شويه دخلنا هنا في حته زعل وكده، وهو زعل ومش عارف يعمل ايه وحاجه زي كده. المهم اخيرا قال لي يا اخي جيب لي شخص، اذا انت طالما عايز تسافر تشتغل في محلك. قلت له خلاص اوكي، حيجيب لك شخص وانا اسافر ما في مشكله. المهم بعدها يعني الزعل برد منه وخلاص. طبعا انا كنت بشتغل في مكان ثاني غير المكان اللي اسكن فيه، يعني كل صباح وكل مساء نمشي ونرجع. فتقريبا بعد المشكله ديك اسبوع اظنه، يعني اليوم هذا طلعنا اخوه. انا قلت خلاص دي الفرصه الوحيده ان الواحد يعني ممكن يمشي بها. اخذت معي شنطه ملابسي وركبت مع اخوه ورحنا محل الشغل، وفتحت الشغل وطلعت العافيش وكل شيء وبديت الشغل يعني. المهم حوالي الساعه 11 وكده اتصلت على صاحب تاكسي جديد وقلت له يا اخي انا عايز امشي اليوم، يعني في طريقه. قال لي اوكي ما في مشكله نجيك. المهم بعد الظهر كده الساعه 1 ولا 2 ما اعرف بالضبط، المهم جاني وقفلنا المحل وطبعا انا مشيت معه طرابلس. بعد ما وصلت طرابلس جيت على حامد واتصلت عليه وقلت له يا اخي انا في الطريق اليك وادينا العنوان وكل شيء. حامد ادانا العنوان. هو كان ساكن في حي السراج في طرابلس. طبعا السمسار اسمه حامد والمساوع اللي قلت لك عليه. الولد ده طوال انا جيته وقال له خلاص تعال، ودخلنا في البيت وكان في معاه كمان شباب يعني كلهم ماشيين البحر يعني. قعدت معاهم اسبوع. بعدين طوال جاء وقت الباخره والناس اللي كانت معي طلعها ولا انا. طيب الان انا اريد ان اسالك، هذه تعتبر التجربه الثانيه لك ركوب البحر؟ بالضبط. كيف كان استعدادك نفسيا لهذه ان تخوض هذه التجربه للمره الثانيه وقد فشلت في المره السابقه يعني؟ والله يا اخي ما تقولي لي لو هي شغله يعني ممكن بتشجع الناس اللي هيجوا وراي. يعني انا بالنسبه لي يعني الوصول لايطاليا او الطريق للبحر ما كان عندي اي خوف، بالعكس كنت افرح لما تجي مثلا انه امشي او حاجه زي كده. يعني الموضوع مش تشجيع بس، يعني بقدر ما هو انه الواحد بدل يعني يموت مرتين مثلا سواء كان في ليبيا، يعني من الحياه اللي شفناها مثلا، لا انت تكون لنفسك لا انت تكون لغيرك. يعني نحن دخلنا ما بين يعني كل مر، عرفتي؟ يعني ما في حاجه ممكن تصفي بشيء يعني. فانا كل ما يعني تسنح لي انه فرصه انا مثلا اسافر لايطاليا حاجه زي كده كنت افرح شديد انه اتخارج من الحاله اللي انا فيها. اما الى وهناك يعني ايضا احتمال ان يتم القبض عليكم مثل المره السابقه وتعود الى السجن وتخوض التجربه من جديد. هي كل الاحتمالات وارده. وانت كنت مستعد ان تخوض التجربه مره ثانيه. بالضبط. ممكن احتمال كمان تغرق، يعني ما في لا وصول لاحلامك ولا العيش في ليبيا يعني. لكن بقدر ما هو يعني نفس الاحتمالات اللي انت قلتها يعني انا قدامي. بس بعد هذا كمان يعني انا عندي امل انه الواحد ممكن يصل محطته اللي هو عايزها.
فالشعور كان شويه مختلف، يعني انه كان في شويه اوكي خلاص انا ممكن حاتخلص من الموضوع ده، حاتخلص من ليبيا، حاتخلص من العذابات بعد شويه، يعني خلاص هي كلها كم ساعه وانا ومكان احلامي، او اقول يا اخي مكان طموحي حنبقى مع بعض وكده. يعني دي الفكره اللي انا خدتها في راسي. نعم. فكره الخوف، فكره الاعتقال، فكره انه يتقبض علي مره ثانيه، ما كانت في راسي يعني كبيره جدا. فرصتها او نسبتها كانت صغيره، لان انا من طبعي كنت بتمنى ان اصل المكان اللي انا عايزه. فدي اللي هنا يعني. المهم لما جات وقت الباخره، يعني باقي لها يومين ثلاثه يوم، يعني طلع الناس اللي كانوا معانا وخلاني انا مع 3 اشخاص. طوال اتصلت على، قلت له يا حامد فيها ان شاء الله خير، انا مش من الناس المفروض مش تمشي وكده. قال لي احمد خلاص هرجع لك دقيقه بس انت موضوعك تاني وكده. قال لي اوكي. قلت له انا عرفت ان الموضوع معناه في انه يعني مش عايز يودينا ولا كده. طوالي اتصل علي، او مش انا، هو انا اتصلت عليه قلت له يا اخي ايه اللي حصل؟ قال لي احمد انت حتزيد $200. قلت له ليه؟ قال لي يا اخي مش الشباب اللي مشوا دفعوا $1000 وكده، يعني الناس اللي كانوا معاي زمان. قال لي هم صح، لكن بس حاليا يعني $1000 ما حتغطي وكده. قال قلت له خلاص اديني حقي، انا ما عندي $200، يعني طالما انت ما حتوديني $1000 اديني حقي، انا خلاص ما حامشي وكده. لما قلت له الكلام ده طوالي قفل التليفون حقه وعمل لي بلوك، وطوال اخذ $1000. كان في معاه واحد تاني اسمه محمد نور، ربنا يرحمه توفى، بيشتغل معاه وبيوصل لنفس الباخر، يعني بيشتغل مع بعض. الآن هذا هو السمسار هو نفسه. أنت حدثتني أن كان أحدهم مستقرا في ليبيا ويعيش مع أسرته لا ده واحد تاني، ذاك وهذا صاحب مصدر تاكسي. رزقه، يعني مصدر رزقه هو تهريب الشباب. بس ذاك صاحب تاكسي، وما عنده هنا صاحب تاكسي فقط، صاحب ممكن ما تاكسي. يسافر. مثلا ما عنده ناس يتصلوا عليه يقول له يا اخي احنا عايزين نمشي عن طريقه وحاجه زي كده. لا هو عشان ود يعني هويته ليبيه، او يقول يا اخي جنسيته، يعني الحياه اللي عاش فيها ليبيا واللغه والاماكن واوراق وكل شيء. يعني هو صاحب تاكسي بيسوق العربيات بيجيب الناس وكده. اسمه تقريبا محمد وكده يعني. حمل النار ده واحد تاني اولاد كرن، هو توفى كمان ربنا يرحمه زي ما قلت لك. يا دوب كان يبدا يعني صغير جديد في الشغله يعني. المهم اتصلت لحامد برقم محمد نور، قال لي يا اخي لا، طالما يسمع صوتي ويقول لي انا يا اخي احمد حقات طوال بيقفل عليه التليفون. المهم تقريبا قعدنا لغايه 3 اسابيع. بعدها جاني صاحب الشقه هو الليبي، قال لي يا اخي انتوا اطلعوا من البيت ده. قلنا له احنا تبع حامد. قال لي انا لا بعرف حامد ولا اي، مع انه مش عارف حامد ده قال له ايه مش عارف. المهم الرجل الدنيا كانت رمضان، طلعنا من البيت. وأنت كم بقيت في هذا المكان اللي هو 3 تابع اسابيع. لحامد؟ 3 أسابيع. 3 اسابيع. وبعد 3 أسابيع تم إخراجكم، فلا يتم تهريبكم عبر البحر أو حتى إسكانكم أو إعادة الأموال التي دفعتوها. بالضبط. بين النفرين طبعا ما عشية كانوا دافعين. وضحاها وجدتم أنفسكم في الشارع. بالضبط. النفرين اللي كانوا معي طبعا ما كانوا دافعين، لكن انا كنت دافع. بس هو قال ايه قروش اضافيه. المهم الساعه 1 بالليل جانا الليبي صاحب الشقه وقال لنا خلاص انا مش عايزكم هنا، يعني انتم في خلال نصف ساعه اي واحد يشطب بياخذ عفشه وياخذ ملابسه ويمشي من البيت ده. انا اتكلمت مع لأن الراجل. النظام المتبع أن السمسار يدفع الإيجار لصاحب العقار، صاحب والآن العقار السمسار رفع يده على العقار وأخبره أنه انتهى منه يعني. بالضبط. يعني خلاص الناس الموجودين هناك بامكانك تطردهم، يعني ده الهدف من القصه يعني. المهم انا اتكلمت مع الراجل ابى يسمع كلامي. المهم خلاص قلنا له حنطلع وحنمشي. المهم مشينا طلعنا من البيت، والدنيا طبعا كانت رمضان والسوق شويه شغال يعني لغايه السحور 3 4. وبعدها يعني الجوامع تفتح لصلاه الصبح. نحن القوار رحنا على الجامع وصلينا هناك، واتصلنا بالصباح بدري لشخص ثاني سمساري ثاني في حي ثاني اسمه الكريميه. اتصلنا للشخص ده الساعه 8 صباحا وقلنا له يا اخي نحن موجودين في حته كده وما عندنا مكان نمشي له، يعني هل بامكانك ترسل لنا صاحب تاكسي يودينا عليك انت مثلا، او يودينا حته ثانيه تعرف فيها ناس اريتريين وكده.
الرجل قال لنا اوكي ما في مشكله، انا ممكن بشوف ناسي اذا هم مثلا صاحيين من النوم بيجوكم ان شاء الله وبتجوا عندي، وبعدين اذا في طريقه للبحر كمان تمشي عن طريقي. قلنا له اوكي ما في مشكله انت بس حاول. المهم هو اتصل لي كم شخص، وفي واحد رفع له قال له خلاص ما مشكله انا امشي للشباب واجيبهم لك. طوالي صاحب الليبي يعني صاحب تاكسي جانا في المكان اللي احنا كنا فيه في السراج، واخذنا من هناك وودانا للحي اللي كان فيه السمسار الثاني اللي هو حي الكريميه. طوال في حي الكريميه لقينا الرجل، ويعني انا طوال حكيت له قصتي، قلت له يا اخي انا رجل كده 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 عند حقي قاعد مع حامد، واذا حامد مثلا ادانا قروشنا ممكن عادي نمشي عن طريقه كده. قال لي خلاص اتصل عليه وكده، اداني رقمه يعني بنفس رقم السمسار اللي الثاني هذاك. يعني اتصلت على حامد طوال مما يسمع صوته ويقول لي انا احمد، طوال بيقفل على التليفون. يعني تقريبا انا حاولت حوالي 5 6 رقم يعني هو كان يريد فقط زيادة المبلغ. ويا ريت ممكن عادي الواحد بيحنسك يقول لك يا حبيبي انت ادفع له ال $200 عشان تمشي، مش كده بيقفل تليفون في اذنك. يعني ايه انا مش انا اصلا ما فهمت هو الراجل ده عايز ايه. ممكن احيانا انا اضرب له عشان اقول له خلاص انا حادفع ال 200، بس هو ما يسمع الكلام ده. طيب انت في اعتقادك ماذا كان يريد؟ ده المحيرنا لليوم. يعني اذا هو شخص مثلا عايز يعني قروش اضافيه بيقول لك يا حبيبي ادفع كده، حتى ممكن يخليك يعني تكمل حديثك. انا اتصلت له بعد كم مره، كل ما يسمع ان انا كل ما يعرف انه انا احمد المتصل طوال بيقفل التليفون. انا بعد شهر 6 7 تقريبا شهر 8 خلاص قنعت من القروش هذه. يعني بعد كم اتصال قلت خلاص معناها ما في روبا ده الواحد ممكن كذا ياخذ منها استراحه، يشوف يعني يقعد له في ليبيا كم شهر يشتغل، المهم يشوف الحاصل ايه. يعني اعطيته شنو بلوك مؤقت، يعني خلاص قلت حاشتغل واشوف مواضيع ثاني وكذا. المهم شفت السوبر ماركت. لكن الهجرة ما زالت في تفكيرك؟ الهجرة ما زالت، بس يعني الهجرة لأوروبا يعني أنا اديتها بلوك مؤقت، يعني أشوف الحاصل إيه، يعني شو يعني الأحسن أو الواحد ممكن بيعمل إيه أحسن حاجة وكذا. قلت يعني أعيد ترتيب الأمور يعني، أو أعيد ترتيب الهجرة من الواحد مثلا إيه الأفضل بالنسبة له. المهم دخلت السوبر ماركت، اشتغلت هناك حوالي 3 شهور، شهر 9 10 11 وتقريبا نهاية شهر 8 كنت بدأتها. طوالي بعد اشتغالي 3 شهور في السوبر ماركت انا كنت اقنعت الراجل ان صاحب السوبر ماركت انا مش ماشي لاي حاجه، انا راجل مستقر في ليبيا وكل شيء. وصاحب المحل يعني لانه هو كان عنده خبره انه كل واحد يشتغل معاه شهرين 3 شهور يديه حقه طوال بيسافر. فقال اوكي ده معناه الشخص الوحيد وده الشخص اللي نحن عايزينه حيشتغل معانا طول عمره وكده. فالراجل قرع. وانا المهم اشتغلت تقريبا 3 شهور. بعدين في مره من المرات جانا واحد برضه كمان سمسار صغير من اجدابيا، وده عنده علاقه مع حامد. فيوم كده بنتونس جبنا سيره حامد، قلت له يا اخي عندك رقمه؟ قال لي اي. قلت له خلاص اديني كده نتصل له. المهم اتصلت عليه، المره دي رفع عليه قال لي يا اخي مين؟ قلت له انا احمد وتحقات. احمد قال لي اخبارك كيف؟ انا والله كنت عايزك وكده. قلت له لو كنت عايزني ما كنت تقفل التليفون. المهم انا حاسس يعني بالمختصر عايز قروش. كم مضى على اتصالك الاول معه؟ قلت ايه؟ يعني كم الفترة بين أيوة هذا الاتصال حوالي 4 واخر شهور. 4 شهور. حوالي 4 شهور ايه، ممكن ما كان في بيناتنا اي اتصال. نعم. قلت له يا اخي انا مش عايز اي تفاصيل يعني انت حياتي وكده، انا جيتك هنا عشان اديتك القروش عشان اسافر، وانت لكن قلت قروش اضافيه وانا ما عندي لك اي اضافه. قال لي انت عايز حقك ولا عايز تسافر؟ قلت له يا اخي انا القروش دي اديتك ليه؟ عشان اسافر، ما عشان انت مثلا تشغلها ليه عشان تجيب لي منها ارباح. قال لي خلاص انت لو زول بتاع سفر يلا يعني في باخره حتطلع خليك جاهز، ولو داير قروشك قال لي انا ما حديك. قلت له انا ما داير اي مليون، قلت له داير اسافر بس. قال لي خلاص في نهايه شهر 11 في باخره حتطلع وممكن احتمال تكون الاخيره. يعني هو ربما كان يظن انك تريد استرجاع مالك وهو لا يريد استرجاعه ربما. دي الفكره الاخيره منه اللي فهمتها. لكن في الاتصالات اللي كانت قبل ما كان نصل ان المرحله نصل ممكن اتفق معاه ونصل مثلا لشيء معين. مجرد ما يسمع انا احمد طوال بيقتل. دي كانت الاتصالات الاولى يعني في شهر 6 7.
نعم. بس انا بعدين لما اخر اتصال قفل مني يعني من شهر 8 طنشته، فما كان بيناتنا اي اتصال. في الاتصال ده بس يعني وصلنا لاتفاق انه انا لو عايز اسافر اوكي، لو عايز قروش ما عندي اي مدلين منه. دي الفكره يعني اللي فهمتها اخيرا منه. في شهر 11 طوال انا بعد الاتصال على طول مشيت لصاحب السوبر ماركت، قلت له يا اخي انا عايز قروش بكره. قال لي في شنو؟ قلت له انا ماشي اوروبا. قال لي انت مش قلت كده كده كده؟ ايوه انا قلت الموضوع ده عشان حصل معي ظرف كده، ما عشان هنا. قلت له يا احمد ما يكون كده وكده. المهم قال لي يعني عايز يقنعني اني اقعد معاه حبه ولغايه ما اشوف له زول وكده. قلت له انا بكره حامشي. كان في يعني هنا المكان المؤجرين فيه كان في شباب اريتريين واثيوبيين وافارقه وكده. قلت له بكره حامشي اشوف لك الشباب، اذا لقيت حد اوكي، ما لقيت كمان حدبر لك حتى، ما في مشكله. قال لي خلاص اوكي. طوال بليلاتها عمل لي يعني حسابات كلها جردتها تمام واداني قروشي، وبكره جبت لي واحد ثاني. حسي قبل هنا حصلت لنا حكايه في المكان اللي كنا ساكنين فيه في حي الكريميه. طبعا انا في الحي ذاك سكنت تقريبا حوالي 4 شهور، اللي هو من شهر 8 لحد شهر 11. في الحي ذاك احيانا بيجوك ساعه بالليل اللي هم عصابات معاهم سيارات لاند كروزرات، بيجوا مثلا بياخذوا قروشك، بياخذوك انت كشخص، بيودوك مثلا سجن، حبس او سجن، وبعدين يطالبوا فيك $1200. يعني هي مفهومه كده يعني، حتى ما في يعني ناس بتاع يعني قروش. عصابة رسمي، يعني عصابة منظمة يعني رسمي. عصابه نعم. منظمه، عندهم عربيات جاهزه، عندهم يعني عربيات فيها طوالي معبئه بالسلاح. بيجوك يعني في ليله بتذكر جاونا يعني كانت ليله خميس، جاونا الساعه 1 بالليل. يعني الناس يا دوب نايمه الساعه 12 كده. الحوش هو كده عباره عن حوشين، في حوش اول هنا في عود، وفي حوش ثاني هنا فيه برضه غرف يعني عود. هم حسي بدأوا من الآن الحوش هذا في طرابلس. في طرابلس في حي اسمه الكريميه. ايه نعم. هم بدأوا من الحي على اليمين نحن. بدأوا من الحي بيطلعوا في الناس ويقول لي يا اخي اركب عربيه، اركب العربيه، اركب العربيه. بس بعدين كان في شخص سوداني مستقر هناك يعني له سنين الله، يعني اكثر من 30 40 سنه، ومهندس كبير وكده يعني، وعنده قروش وكل شيء. وهو مسكين مؤجر معانا عشان كان في اصحاب سودانيين معاه وكده. الرجل ده مسكين ابى يفتح لهم الباب. هم بيضربوا في الباب ابي يفتح عليهم. هم اخيرا لقوا كده فتحه صغيره ودخلوا هناك الكلاش من هناك وطوال دقوا للرجل. بس حتى نضع المشاهدين على الصورة، الآن هذه مساكن لعزابة مهاجرين أو لاجئين غير شرعيين يسكنون نعم. في هذه الأماكن ويدفعون إيجار، إما أن يدفعها الشباب بأنفسهم أو يدفع عنهم السمسار. بالضبط إيه. هي كده. وجاءت هذه الآن العصابات المنظمة بسياراتها بكامل عدادها مسلحة، وهجمت تريد أن تأخذ رهائن ومقابلهم تطالب بفدية أموال. بفدية أموال صحيح. هي هذه الفكرة. المهم الرجل اللي ضربوه السوداني بالكلاش، طوال الرجل يعني وقع في البيت وفتحوا البيت واخذوا منه كل حاجه وطلعوا، واخذوا معاهم شباب. بعدين رجعوا على الحوش حقنا. يعني اول غرفه طلعوا منها ناس ثانيين. هم يعني لما هم كانوا مشغولين بالناس اللي بيطلعوهم، يعني انا طبعا كنت مأجر مع واحد سوداني وكان عندنا ضيف في البيت. طوالي سمعت ان الرجل بيتكلم بيقول لي يا اخي قوموا كده. طوال انا كده يعني قمت فجأة مره واحده وقلت له يا اخي شنو؟ قال الجماعه جايين. طوال انا كان معي كنت لابس تيشيرت وثلاث اربع. طوال اخذت الموبايل بتاعي والجزمه وطوال طلعت. قال لي اصبر اصبر. قلت له لا صبر بتاع 200. طوال المهم كده لفيت. لما شافني انا طلعت من البيت قال لي اصبر يا ولد تعال تعال. قال الليبي يعني كورك عشان اقف له وكده. انا بس ما عينت له. طوال كده يعني بيتنا كانت مع الزاويه، وطوال فوق في طابق، يعني بامكانك ممكن تركب للطابق وبعدين تمشي هناك يعني سطح كله، يعني بامكانك عادي تمشي اي حته وتهرب كده يعني في طريقه. المهم انا يعني ركبت على الطابق ورحت على السطح هناك وشفت في شجره طوالي دسيت هناك. والمهم هم طلعوا ناس واخذوا ناسهم، يعني قعدوا تقريبا حوالي ساعتين كده في المكان. اخذوا ناسهم وطوال راحوا على الطريق. يعني اخذ تقريبا حوالي 20 شخص وتقريبا 15 كده. الشخص السوداني الذي قلت عليه انه قديم، هذاك راقد في البيت بتاعه يعني مضروب. ماذا حدث له؟
يعني حاليا راقد هو في البيت مضروب، ما فيش حد ما عنده به اي علم، ما في حد يعني. لا انا يا دوب اقصد هل يعني اطلقوا عليه الرصاص؟ اطلق عليه الرصاص في بطنه اعتقد، وهو مضروب يعني خلوه راقد في البيت، وهم واصلوا شغلهم للحوش الثاني واخذوا الناس نعم، وكده يعني قال. هذه المساكن هناك باب مثل السور، فالسوداني هذا لأنه قديم فهم أن هؤلاء عصابة، فسارع لغلق الباب وعدم تمكينهم من الدخول، اي لكنهم نعم دخلوا عنوة وأطلقوا عليه الرصاص بالضبط ودخلوا وهجموا على باقي الشباب. بالضبط نعم. كده. بعد ما هم مشوا نحن طوالي نزلنا من السطح ونزلنا للبيت نشوف الحاصل ايه. طوالي شفنا البيوت في ناس نايم اصلا ما وصلوها، يعني غرفه مقفله عليها وهي اصلا لا حاسه باللي حصل ايه، وفي ناس يعني غرفه فاضيه اخذوها ومشوا بها. فطوال يعني لما رحنا يأخذون عشوائي ويذهبون. بالضبط، هي يعني فرصه ساعه ساعتين كده بيشوف الناس اللي لقوهم وكده وخلاص يمشوا. يعني مش شغله مثلا منظمه يقول لك احنا عايزين نطلع الناس كلها ونمشي أيوة. كده، لانهم عصابات ممكن في لحظه يعني ما خطف، وهو خطف. نعم خطف. بالضبط. المهم نزلنا للحوش الثاني، مشينا هناك لقينا السودان مضروب وكل شيء. المهم كان في سودانيين كمان ثانيين يعني قومناهم وقلنا لهم يا اخي الرجل ده حصل له كده. طوال هم قاموا وشافوا الرجل واخذوه طوال رقدوه في البيت. الرجل كان تعبان جدا، ونحن قلنا خلاص اي واحد يمشي ونوم من جديد ونمنا في بيتنا. بكره الصباح هم طوال بعد الصلاه طوال اتصلوا بالمستشفى وجات امبولانس طيب واخذته هل السودان. كان من ضمن هؤلاء المخطوفين شباب إريتريين؟ اغلب كلهم اريتريين، كلهم 90% إريتريين. اريتريين، 90% اريتريين. يعني اغلب الحوش السؤال الذي مقاتلين. قد يتبادر الآن إلى المشاهدين، لماذا طيب أنتم تسكنون في أماكن معزولة بحيث تصبحون لقمة سائغة لهؤلاء العصابات؟ هي لماذا هي لا تسكنون مثلا داخل المدن أو حي الكريمية حي قديم ومعروف في طرابلس، مش يعني مش حي معزول مثلا. لكن في الأحياء الداخلية الليبية ما في حد بيأجرك هناك، خاصة أنت شخص أسمر، يعني دائما في خوف منك أنت، يعني ما في حد. الليبيين لا يؤجرون منازلهم للأفارقة؟ لا يؤجرون، يعني ما يؤجروك أنت كشخص، ما يؤجروك. يعني مثلا جيرانك ليبي فوق تحت كده ما في، يعني هم دائما بيدوك بيت معزول منه عندك مهزات يعني هنا هو، او بيدوك عماره كامله كلها تكون اجانب. المهم الحته اللي انت مؤجر عليها ما في ليبي جيرانك، نعم. يعني يا كلك تكون اجنبي يا اصلا ما يجوا لك. دي الهنايه. عشان كده دائما اغلب المحل الايجارات في ليبيا اظنها كده، يعني تكون نائيه عن الاحياء الليبيه. يعني ما اعرف قبل الثوره كانت كيف، لكن بعد الثوره ده اللي نحن شاهدناه. يعني انا اجرت في كم مكان، يعني كلها احياء معزوله من بين الهناء الليبيين، يعني من بين احياء الليبيين. فدل هنا دل مش عارف الهدف من ايه، عشان هم مثلا بيخافوا مننا، عشان هم مثلا يعني بيقولوا من الناس يعني الناس شغب او حاجه زي كده. المهم الرجل بكره الصباح راح المستشفى وبعد يومين كده توفى، ربنا يحاول. بعدها طوالي الامور يعني كويس، مشت على السليم، يعني لا جانا احد ولا اي هنا، يعني كله مثلا في ناس كانت تشتغل يعني تشتغل وتجي وكده. المهم نرجع للقصه بتاعي، انه انا اتصلت يعني لحامد وقلت له كده، قال لي حامد خلاص بكره. الآن بس بعد أن تعرضتم لهذه المحاولة، هل بقيتم في نفس الأماكن؟ اغلب الناس بقيت بقيتم. بقينا وأنتم ايه. تعلمون انا أنكم مهددون لمحاولة جديدة أخرى. المشكله ما في مكان تمشي، يعني ما في مكان ثاني تمشي له، نعم. يعني ما عندك مخرج. انا الوحيد ممكن ومعي واحد ثاني اجرنا في حته ثانيه بسبب انه انا الرجل الشغال معاه وقال لي خلاص انا بشوف لك مكان وغير من هنا. يعني كان في مصريين مؤجرين ما بين الحياه الليبيه، يعني هناك لقينا غرفه اجرنا هناك انا ومعي سحب. الناس الباقيه كلها يعني فضلت هناك في مكانها. طيب هؤلاء العصابات قلت أنت عندما أخذوا الإريتريين، هل اختاروهم؟ هل يقصدون أن يأخذوا الإريتري أم هو خطف عشوائي؟ هم ما يقصدوهم، لكن اغلب من كانوا هناك يعني في الحوش هم اريتريين. لماذا طيب هناك أفارقة آخرون؟ الافارقه هل ما ربما اخذوهم. يعني باقي الأفارقة يقاومون والإريتري يكون يعني
ما زال في حالة الهلع والخوف والصدمة أم ما السبب؟ السبب مش معروف، لأنه دول عصابة لا عندهم علاقة بالسماسرة ولا أي حاجة، بس هم عندهم علاقة بالقروش، إنه بالنسبة لهم أي أفريقي فيه قروش، يعني بياخدوك عندهم وبيطالبوا فيه قروش. الفكرة إنه هم أخذوا الإريتريين، أعتقد أغلب الناس اللي كانت هناك إريتريين، وأغلب البيوت ممكن اللي هم وقعوا عليها تكون بيوت إريترية، بس كان معاهم كمان إثيوبيين وكم أفريقي كده يعني أنا الفئة الأغلبية اللي هي 90% كلها إريتريين، يعني من 20 أو 15 شخص يعني أغلبهم 10 أو 11 كده إريتريين يعني دي هنا. يا المهم نرجع للقصة بتاعي. بعد ما أنا اتفقت مع حامد إنه خلاص يعني حاجيه وأنا حأسافر مش عايز قروش ولا أي حاجة، طوالي أخذت القروش من الراجل وغيرتها لعملة أوروبية يعني اللي هي اليورو والدولار. وعلى طول أنا أخذت يعني أجرت تاكسي ورحت على المكان اللي دلني عليه حامد، ومن هناك طوال رحنا على مدينة سبراتا اللي أنا مشيت لها أول مرة يعني 2013، يعني رجعت لها من جديد لأن هي الجيفة أو المكان اللي بتتحرك من الباخرة. المفروض نتحرك بعد أسبوع، بس قال يا أخي الجو مش ظابط في يعني مش هذا البحر مش هذا وكده، قعدونا حوالي أسبوعين يعني من المهم اليوم ظروف الرياح ولا الأمواج وكذا يعني. هم قالوا كده مش عارف إذا هو حق ولا حقيقة ولا لا. هم قالوا يا أخي الجو يعني مش 100 كعب وكده. طيب متى كان هذا؟ نحن الآن في سنة، ده كان في شهر 11 2015. 2015 نعم. شهر 11 2014 أنا يا دوب طلعت من السجن يعني. اللي هو كنا يعني يا دوب مشينا على المدينة اسمها غريان. نحن المفروض ذاته من البداية نذكر التواريخ وكل شيء، بس أنا نسيت عشان الواحد كمان يكون في الصورة عن الموضوع. التقريب يعني لا بأس بالتقريب. نعم. هي بس كده ما في مشكلة. أحمد نحن أدركنا الوقت، نتوقف هنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نتوقف إلى هنا على أن نكمل معكم باقي اللقاء ورحلة الموت مع الشاب أحمد الذي رضي أن يشارك المشاهدين رحلته هذه. نكمل معكم الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج نافذة، برنامج اجتماعي ثقافي نفتح فيه نافذة على قضايا المجتمع الإريتري ومشاكله وهمومه، نسلط الضوء عليها، نطرح الأسئلة، نبحث عن الأجوبة من خلال استضافة أهل الخبرة والاختصاص. برنامج نافذة، نناقش بموضوعية وشفافية.